من هنا دايما بتبدأ أحلى الحكايات مع مروة وجولة جديدة ومشتريات وأفكار موفرة لكل بيت. يلا بينا نبدأ الجولة ونشوف المفاجآت. بس ما قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في التعليقات، ونحط اللايك الحلو من إيديك والحلوة يا أحلى أخوات في الدنيا. النهارده بقى جايبه لكم جولة في النزهة الجديدة من أجمل الجولات بجد. أجمل محل ديكورات وزرع في النزهة الجديدة بجد. أنا ما شفتش الجمال ده بجد. أنا وقفت جنبه بجد، دخلت المحل انبهرت من كتر الحاجة، الجمال الحاجة وجمال الزرع. تحسه فعلا إن هو زرع طبيعي مش زرع صناعي خالص. لو بتحبوا بقى الديكورات والزرع والحاجات اللي بتخلي البيت شيك وفخم ومنظم يبقى الفيديو ده ليكي. احنا دلوقتي في النزهة الجديدة وجايين نعمل جولة في واحد من اجمل محلات الديكور والزرع الصناعي والطبيعي. والمفاجأة بقى ان الاسعار بجد متفاوتة، في حاجات حلوة جدا جدا تبدأ باسعار بسيطة خالص، وفي حاجات بصوا عايزة اقول لكم ان الحاجات بجد تحفة. يعني مش قادرة اقول لكم على جمالها. الاسعار بقى عشان ما حدش يزعل مني كده من البداية، هما بصوا كان بصعوبة جدا ان انا اصور جوه المحل، كانوا رافضين نهائي. المهم انا بصراحة ما كنتش عايزة اخرج من المحل ده غير لما اصور لكم الحاجة اللي جواه. يعني من هنا لهنا واقتنعوا ان انا اصور، لان قالوا لي احنا لينا شغل وفي لينا قطاعي ولينا جملة وكده، فما ينفعش ان احنا تصوري وكده والدنيا هتتلخبط عندنا والناس هتتلخبط في الاسعار. المهم من هنا لهنا عرفت ان انا اصور لكم بس من غير اسعار. بس بجد 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 يعني انتوا اصلا هتشوفوا الحاجة هتنبهروا من جمالها. يعني انتوا بس كفاية اصلا ان انتوا تخشوا تتفرجوا على الحاجات الجميلة دي. الشجر بقى قدام البيت كده، بصوا مش قادرة اقول لكم، تحسي ان فعلا شجر طبيعي زرع. كل حاجة بتدوري عليها لديكورات البيت بجد موجودة هنا. يعني انا كنت بجد منبهرة من جمال الحاجة. خليكم بقى معايا وكملوا الفيديو للاخر عشان هوريكم حاجات بجد تجنن وافكار تخلي بيتك شيك جدا. بصوا بقى بداية الجولة كده، بصوا أول ما دخلت المحل حسيت إني داخلة مكان برا مصر بجد. إيه الجمال ده؟ إيه الديكورات التحفة دي؟ أنا مش مصدقة أصلا إن دي ديكورات صناعية بجد والله العظيم. يعني أنتوا بصوا شوفوا الجمال أصلا. بصوا الشجر تحس إن فعلا شجر طبيعي، الورد الزرع. عايزة بقى أقول لكم في كمان ديكورات خضار وفاكهة. مش قادرة اقول لكم على جمالها بجد. فعلا هتحسوا ان هي طبيعية جدا. تحسي ان بصي فعلا خضار وفاكهة فعلا كأنهم مزروعين حقيقي في بيتك. ريحة المكان والديكورات والالوان مريحة جدا. تحسي بصوا اني يعني انتي داخله فعلا جنينه، داخله حته من الجنه. انا بجد اصلا بحب الزرع جدا. يعني مش عارفه بقى انتوا زيي ولا لا، انا بحس براحه كده، بحس باجواء مختلفه، بحس يعني انا ما ببلق. يعني بحب احط في المطبخ في البيت، بحب الزرع جدا، بحس ان هو بيريح الاعصاب كده وبيهدي الاعصاب. والجمال بقى في المحل هنا ان تحسوا بجد ان الزرع ده طبيعي. عمري ما هصدق اصلا ان الزرع ده اصلا صناعي، سواء الشجر سواء الورد سواء الفاكهة سواء الخضار. الفروع الجميلة التحفة اللي انت ممكن تعلقيها في بيتك كده وتملي بيتك ديكورات زرع خطيرة بجد. كل الحاجات دي انا مش مصدقة اصلا ان هي صناعية. الزرع الصناعي اصلا بقى موضة جدا اليومين دول، خصوصا للناس اللي بتحب شكل الزرع بس ما عندهاش وقت تهتم بيه، او ان هي تقعد تسقي او العصافير بتاكل زرعها. بجد الحاجات دي هتمليها في بيتك، هتحسي فعلا ان انت حاطه زرع طبيعي. حاجات مبهجه زي ما انتم شايفين. المكان كبير جدا ما شاء الله، الله اكبر. عنده كميه ديكورات تحفه. زرع بقى زي ما انتم شايفين بالوانه البينك والابيض والبامبا. بصوا الجولة بجد مختلفة. انا صورت لكم كمان من بره الشجر ده، ما كنتش صورته فخرجت اصوره لكم. الالوان بتاعه الزرع الكبير والصغير، الحاجات التحفة. شجر بقى استفندي وشجر ليمون وشجر البرتقال. عنده جميع الاشجار. تحسي فعلا ان هو مشتل زرع مش حاجات صناعية خالص. بصوا بقى الابيض ده بجد برضو خطير. كل حاجة في المكان بجد تحفة. والله انا مش ببالغ، والله ما انا مش ببالغ. هم كانوا رافضين اصلا ان انا اصور او ان انا مثلا بعمل لهم دعايه وكده. لا هم مش محتاجين اصلا. بس انا بجد لفت نظري بما اننا داخلين على العيد بقى وكده، وكلنا عايزين نجدد في بيتنا، عايزين نحط ديكورات حلوه. في ناس كتير قوي بتحب تغير كده في مطبخها في بيتها في سفرتها، تحط زرع انا بحب الزرع جدا كمان في المطبخ. ابقى واقفه بطبخ كده والزرع حواليا، انا بحس براحه نفسيه. فانا قلت بقى اصور لكم الفيديو ده ما اخرجش منه غير لما اكون مورياكم كل الديكورات، كل الاشجار الترند، الزرع، كل حاجه موجوده في المحل.
باشكالها بقى، بالوانها، بكل حاجه. هو بس اللي ناقصنا الاسعار. والله المحل رفض يقول اسعار خالص، ومرضوش يدوني اي اسعار. قالوا لي ان هم بيعملوا كل يوم اسعار وعروض مختلفه. النهارده لو قلت لكم العرض كذا مثلا، جيتوا بكره ممكن يكونوا غيروا العرض اصلا وحطوا اسعار تانية. بس عايزه اقول لكم ان هو بيعمل عروض حلوه قوي. يعني ان شاء الله لو رحتوا المكان هتلاقيهم عاملين عروض حلوه باذن الله على دخله العيد. الحقوا بقى العروض والخصومات اللي هم عاملينها باذن الله. وطبعا هسيب لكم العنوان ورقم التليفون في اول تعليق مثبت. ممكن كمان تتصلوا برقم التليفون وتعرفوا الاسعار. لو انت مثلا حابه الشجره دي او حابه الزرعه دي، هتتصلي بيهم وتقولي لهم مثلا مواصفاتها وهم يقولوا لك السعر. هو ده اللي انا اتفقت معاه على صاحب المحل يعني وكده. لان هم زي ما قلت لهم الناس هتزعل ان احنا والناس اسعار. قالوا لي لا، خليهم يتصلوا بس برقم التليفون. وعندهم توصيل لأي مكان، لو انتوا حابين توصيل بيوصلوا لأي مكان كمان. بس يلا بقى، لو وصلتوا معايا لحد هنا امان عليكي حطي لي لايك حلو كده. كملي معايا الفيديو للاخر، لان فيه افكار وفيه ديكورات وفيه حاجات حلوه قوي هتعجبكم باذن الله. كل الترندات اللي بتدوري عليها هتلاقيها، كل الديكورات، كل الزرع، كل الشجر، بجد باشكاله وبالوانه باحجامه هتلاقيها موجوده بقى في الفيديو هنا باذن الله. هتزيني بيتك على دخلة العيد كده. لو انت عروسة وبتجهزي، بجد مش هتخرجي من هنا غير لما تكوني مالية بيتك كده زرع وديكورات تحفة. ودي بقى الفاكهة اللي انا كنت بقول لكم عليها، والخضار بجد مش قادرة اقول لكم كده. لما تعلقوهم في المطبخ شكلهم خطير يا بنات، والله العظيم شكلهم حلو قوي. بصل وطوم واستفندي وبرتقال وطماطم، بصوا ما شاء الله، ورمان كمان. حاجات حلوة قوي يعني، الله اكبر. المحل شامل حاجات كتير قوي. التفاح بقى البلدي بتاعنا الحلو ده، مش قادرة اقول لكم على جمال الفاكهة كده. تحس ان فعلا حاجات كده طبيعية. قولي لي بقى في الكومنتات كده، انهي لون زرع تحبوا اكتر؟ الاخضر الغامق ولا الهادي الفاتح؟ بتحبوا بقى الفازات، الديكورات، الورد، الزرع، انهي حاجة بتحبوها اكتر؟ اكتبوا لي كده في التعليقات. وقولي لي ايه رأيكم في الجولة النهاردة. بصوا بقى الفازات والديكورات دي حاجات شيك جدا ومودرن وفيها كلاسيك. فيها حاجات حلوة قوي كده. تحطيها على سفرتك، تحطيها بقى كده على الانتريه. بجد عندهم ديكورات حلوة قوي ما شاء الله. انا بحب الحاجات البسيطة اللي بتدي شكل شيك كده من غير زحمة. حاجات الرقيقة بجد عندهم تشكيلة حلوة قوي ما شاء الله، الله اكبر. عايزه اقول لكم بقى ان الحاجات دي انا اصلا تحسيها كده ان هي بتاعت البيوت، الناس المشاهير اللي تحطها في الفيلا بتاعتهم، اللي يحطها كده في الناس المشهوره بقى، انتوا عارفين بقى الكلام ده. الحاجات دي بجد فعلا حلوه قوي. يعني بصوا بقى الزرع ده حلو برضو قوي، ده زي فروع كده برضو بتتعلق. يعني الحاجات بجد كلها شيك جدا وحلو قوي. انا والله العظيم انا مش عارفه انا ببالغ ولا هي فعلا حلوه، بس انا شايفاها بجد حلوه قوي. قولوا لي انتوا بقى رايكم ايه، فعلا حلوه كده وزي ما انا شايفاها، ولا انا عشان بحب الزرع؟ والمحل ده حلو قوي بقى لو انت داخله كده بتجهزي شقتك. بجد الاسعار لقطه، كل حاجه بيعملوا عليها عروض باذن الله. كل اسبوع قالوا لي بيعملوا عروض. بجد لو انت عروسه الحقي العروض دي والحقي الديكورات دي. بجد المحل شيك جدا وفيه كل حاجه هتخلي شقتك بجد تحسي ان هي جنه. فالحقي بقى العروض اللي في المحل. والمحل موجود في النزهه الجديده في شارع المدينه المنوره. رقم التليفون والعنوان هسيبه لكم في اول تعليق مثبت. وعايزه اقول لكم كمان، انت مش لازم تدفعي بقى مبلغ وقدره عشان انت تخلي بيتك حلو وكده. مش بالضخامه يعني تجيبي حاجات ضخمه وتقعدي تدفعي في مبالغ قد كده. عايزه اقول لكم والله الحاجات الصغيره السيمبل اللي انتوا شايفينها دي بجد ممكن تشتريها باسعار بسيطه جدا. هتخلي بيتك ينور والله العظيم. هتخلي بيتك لو انت مش مقدرتك تشتري حاجات الضخمه اللي احنا شفناها، الحاجات الصغننه دي لو انت اشتريتيها وحطيتيها اسعارها رخيصه جدا وحطيتيها كده كديكور في بيتك، هتخلي بيتك بجد بينور وتخليه جنة. وهيفرق معاكي جدا في شكله. جدتي كده بقى على دخلة العيد، وان شاء الله يبقى عيد سعيد عليكم بإذن الله. هتحس بفرحة، هتحس ببهجة. الحاجات دي بجد بتنور الشقة. بجد المحل هنا بجد بيدي افكار كتير حلوة لترتيب البيت، لتزيين البيت. حتى لو هتغيري ركن صغير خالص في بيتك، ركن مثلا القهوة اللي انت عاملاه كوفي كورنر، الركن البلكونة، جيبي زرع كده للبلكونة جنب التلفزيون، في مدخل البيت، في دخلة المطبخ. كل التغييرات البسيطة دي بجد بتفرق جدا في حالتك النفسية. عايزه اقول لكم بجد انا ذات نفسي وانا بصور كده ونازله اصور لكم هنا في النزهه الجديده في المحل هنا، بجد استمتعت جدا بالجوله النهارده. المكان فيه تفاصيل كتيره حلوه قوي، فيه ديكورات حلوه جدا، في افكار لتزيين بيتك كده روعه روعه روعه.
معرفش بقى انتوا اتبسطتوا معايا بالجولة النهاردة ولا لا؟ قوليلي في التعليقات الفيديو عجبكم؟ الديكورات الحلوة دي، الزرع الجميل ده ايه رأيكم فيه؟ الشجر التحفة ان هو تحسي بجد ان هو شجر طبيعي. وللأسف جولتنا خلصت، انتظروا فيديوهات تانية كتير بإذن الله.